من هو؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دعونا نتعرف عليه أكثر من خلالكم. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن لؤي، يلتقي نسبها بأبيه بالجد الخامس بكلاب ابن لؤي. كان مولده صلى الله عليه وسلم تجري يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل 53 عاما قبل الهجرة. أما قابلته فهي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أول مرضعته هي ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعته لأيام وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي مع ولدها مسعود. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذويبة المشهورة بحليمة السعدية مع ولدها عبد الله ابن الحارث ابن عبد العزة السعدي. إخوان وأخوات الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هم حمزة بن عبد المطلب وعبد الله المخزومي أبو سلمة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن الحارث. يداها الملقبة بالشيماء وأختها أنيسة. أعمامهم وهو حمزة والعباس وأبو طالب وأبا لهب والزبير وعبد الكعب. المقوم وضرار وقف والمغيرة والغيداق، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. عماته هن صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، وأسلمت منهن صفية واختلف في الإسلام أروى، وعاتكة وصحح بعضهم إسلام أروى. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم. كل رسول نرسل إلى قومه إلا محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عالمية. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعث عليه الصلاة والسلام ابن 40 عاما، فكانت دعوته 3 سنين سرا، ثم 10 سنين جهرا في مكة، فهاجر إلى المدينة واستمرت دعوته 10 سنين حتى التحق بالرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة: الإسراء والمعراج، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، البركة في الطعام، تكلم مع الجمادات والحيوانات، إبراء الأمراض، الأخبار عن أمور ستقع في المستقبل، شق صدر النبي الكريم، وسط غزوة موته، غمامة تضلله، شهد له الشجر والحجر بأنه رسول الله. شهد له الذئب أنه رسول الله، جاء الجمل يشتكي له، حماية الملائكة له، تسبيح الحصى في كفه، مخاطبة قتلاء بدر، سماع أهل القبور، تحقق بشارات بعثته، اهتداء جبل أحد له، تكلم جذع الشاه، لم يسقط ظله على الأرض أبدا، إضاءة المدينة عند قدومه وظلمتها عند رحيله، رائحة عرقه الزكية، لم تجلس عليه أي حشرة. أم المؤمنين هي خديجة بنت خويلد، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل الهجرة ب28 سنة، وكان عمره 25 عاما، وظلت معه بمفردها حتى ماتت في السنة 10 للبعثة، وهي رضي الله عنها أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم فإنه من سريته ماريا القبطي. أم المؤمنين سودة بنت زمعة، تزوجها النبي في العام الثالث قبل الهجرة، وظلت معه 14 عاما حتى توفي عنها. أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها في السنة 2 للهجرة، وهي الزوجة البكرة الوحيدة، ظلت معه 9 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة، وظلت معه 8 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين زينب بنت خزيمة أم المساكين، تزوجها الرسول 3 للهجرة، وظلت معه 8 أشهر فقط، وماتت ودفنت في البقيع.
أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 4 هجرية وظلت معه 7 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين زينب بنت جحش تزوجها النبي 5 هجرية وظلت معه 6 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تزوجها النبي 5 هجرية وظلت معه 6 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان تزوجت النبي في عام 7 من الهجرة وعاشت معه 4 سنوات ثم توفى عنها. أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 الهجرة وعاشت معه 4 سنوات حتى مات عنها. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 الهجرة وظلت معه 4 سنوات حتى توفي عنها. أبناء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كل أبناؤه وبناته من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها غير إبراهيم فهو من سريته ماريا القبطية. القاسم وهو أكبر أبنائه ولد ومات قبل النبوة وكان يكنى به صلى الله عليه وسلم عبد الله ويكنى الطيب والطاهر ولذلك بمولده بعد البعثة ومات صغيرا. إبراهيم ولد في المدينة سنة 8 هجرية وهو آخر أبنائه من ماريا القبطية. لم يعش طويلا ومات سنة 10 للهجرة وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. زينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجت ابن خالتها أبا العاص ابن الربيع قبل الإسلام ثم هاجرت إلى المدينة ولحقها زوجها بعد إسلامه فراد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته فلم تعش معه طويلا وتوفيت في العام 2 للهجرة تاركة ابنته الصغيرة أمامة. رقية تزوجت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهاجرت معه إلى الحبشة وكان أول بيت هاجرت في الإسلام ثم هاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة مع زوجها وما ليست أن ابتلت بوفاة ولدها عبد الله في العام 6 للهجرة ثم مرضت بقرة زوجها بمرضها إلى أن توفيت مع مجيء البشرى بنصفت. بعد وفاة رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان بأم كلثوم لذلك سمي بذو النورين وظلت معه حتى توفيت في شعبان للسنة 9 للهجرة ودفنت بجانب أختها رقية. فاطمة هي أصغر بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولدت في السنة 5 قبل البعثة بعد هجرتها إلى المدينة. زوجها النبي محمد بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في العام 2 للهجرة ورزقت بولدها الحسن 3 للهجرة ثم الحسين في شعبان 4 للهجرة وفي العام 5 للهجرة رزقت بطفلتها زينب وبعد عامين رزقت بأم كلثوم وكانت أشبه النساء بأبيها توفيت بعد أبيها ب6 أشهر. غزوة بدان الأبوة في السنة الثانية. غزوة بواد في السنة الثانية. غزوة بدر الأولى في السنة الثانية. غزوة العشيرة في السنة الثانية. غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان في السنة الثانية. غزوة بني سليم في السنة الثانية. غزوة بني قينقاع في السنة الثانية. غزوة السويق ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. غزوة ديام في محرم من السنة الثالثة للهجرة. غزوة بحران في جماد الأول من السنة الثالثة للهجرة. غزوة أحد يوم السبت 7 من شوال من السنة الثالثة للهجرة. غزوة حمراء الأسد 8 من شوال في السنة الثالثة للهجرة. غزوة بني النضير في ربيع الأول 4 للهجرة. غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة 4 للهجرة. غزوة دومة الجندل في ربيع الأولى في السنة 5 للهجرة. غزوة الخندق في شوال في السنة 5 للهجرة. غزوة بني قريظة في السنة 5 للهجرة. غزوة بني لحيان في ربيع الأولى في السنة 6 للهجرة. غزوة بني المصطلق في شعبان في السنة 6 للهجرة. صلح الحديبية في ذي القعدة في السنة 6 للهجرة. غزوة ذي قد في السنة 6 للهجرة. غزوة خيبر في السنة 7 للهجرة. غزوة ذات الرقاع في ربيع 7 للهجرة. غزوة فتح مكة في 20 رمضان سنة 8 للهجرة. غزوة حنين في 6 شوال 8 للهجرة. غزوة الطائف في شوال 8 للهجرة. غزوة تبوك في رجب 9 للهجرة. أحسنتم يا أبنائي، جزاكم الله خير، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. بمناسبة المولد النبوي الشريف أعد وجهز طلاب الصف الثالث الثانوي بحث عن
عن سيرة وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرته وحياته، غزواته. قام بالإعداد والتنفيذ كل من الأستاذ عبد الله سلطان وطلاب الصف الثالث الثانوي، طلاب وطالبات. نشكرهم على هذا الإعداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في ختام هذه الدورة البحثية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نختتم هذه الدورة بالشكر لطلاب الصف الثالث الثانوي الذي جهز هذه الفعالية، وتحت إشراف الأستاذ عبد الله سلطان الذي قام بتجهيز هذا الحفل السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. من الأشواق يا ربي لرؤياه نبي الله، فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا، فداك تلهفي دوما لوجه